نعم. لكن هناك قصص كثير يعني مما يهز القلب. أذكر يعني في سنة 90 كنت أستاذا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران. نعم. وجاءت القوات الأمريكية معتدة بعددها وقوتها وسلاحها، وسمعت قياداتهم يقولون هذا البلد الذي يحرم بناء الكنائس ويمنع نشاط المنصرين ويحول دون خروج المرأة سافرا للشارع سنجبره على ذلك بالقوة. فجاءني طلاب الجامعة مستاءون يعني نعم. يعني نريد أن نقاتل هؤلاء الناس. قلت لهم بما تقاتلونهم؟ يعني نصف مليون جندي بآلة عسكرية لم تستخدم من قبل، ماذا معكم عشان تقاتلوهم؟ نعم. ثم هؤلاء الناس دخلوا بموافقة حكومتكم. نعم. فأي تعرض لهم يعرضكم تحت طائلة القانون. نعم. قالوا يعني نرغمهم على أضيق الطريق. قلت طيب هم راكبين سياراتنا عسكرية مصفحة أو دبابات. نعم. وأنتم سيارات مدنية، من الذي سننتصر؟ كل هذا ليس في الاستطاعة. قالوا يعني نتفرج عليهم. قلت لا، ما تفرجش عليهم. ماذا نفعل؟ قلت ادعوهم للإسلام. فضحكوا. ندعو من؟ ناس قادمين باستعلاء وكبر شديد. نعم. قلت والله شوفوا حد من يعني ضباط الاتصال السعوديين يسألهم إن كانوا يحبوا أن يسمعوا شيئا عن حضارة هذه البلاد، ولا تقولوا الإسلام صراحة لأن حتى نعم. لا يكون ذلك سبب في صدهم. فرحبوا جدا لأنهم كانوا جالسين في حالة من الاستياء النفسي. نعم. لعدم توفر أي وسيلة من وسائل الترفيه التي تعودوا عليها. نعم. فذهبت إليهم أنا ومجموعة من إخواني في جامعة البترول والمعادن أرامكو سكيكو، ممن يجيدون الحديث عن الإسلام باللغة الإنجليزية. نعم. ففي خلال 3 أشهر أسلم أكثر من 20,000 رجل وامرأة. أكثر من 20,000. 20,000. نعم. ولدينا قوائم بأسمائهم وعناوينهم وأرقام تليفوناتهم، ومن لواءات إلى جنود، ومن رجال إلى نساء، ومن بيض إلى سود. وكان كل واحد يسلم والله أخي الكريم. نعم. يقول جملة كأن الله ينطقه إياها. نعم. يقول ما ذنب أبي وأمي أن يموت على الكفر لأنكم كسالى، ما جئتم تدعوننا إلى هذا الدين، وكان علينا أن نغزوكم في عقر داركم حتى نسمع عن الإسلام. الله تبارك الله. سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. بعد أن عادوا في محاولة لربطهم بالمراكز الإسلامية القريبة من كل منهم، والله ولا واحد فيهم إلا وأتى بعدد من الذين أسلموا بسماع قصة إسلامه. دعيت لمسجد في واشنطن دي سي. نعم. اسمه دار الهجرة. نعم. أخطب خطبة جمعة، فلاحظت في صفوف المصلين لواء بحري، فما دخلني شك أنه كان في الخليج. بعد الصلاة جاء يسلم علي، فسألته هل كنت في الخليج؟ قال لا، ابني كان في الخليج ونقل إلينا الإسلام. الله. يعني فعلا شيء. ولذلك أنا أقول على المسؤولين في العالمين العربي والإسلامي. نعم. أن يدركوا تمام الإدراك أننا نمر بظروف من أصعب ما يكون. نعم. ظروف يعني تمكن من أسباب الغلبة المادية غير المسلمين. نعم. ويحاربون الإسلام حرب ضروس على كل المستويات. نعم. المعلنة والخفية. نعم. ووسيلتنا في مقاومة ذلك ليست وسيلة مادية أبدا، لأن إمكاناتنا المادية لن تصل إلى مستوى إمكاناتهم المادية. نعم. وسيلتنا الوحيدة الدعوة إلى الله بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. نستطيع أن نحل كل مشاكلنا السياسية والاقتصادية والعلمية وتخلفنا في مختلف المجالات بدعوة هؤلاء الناس إلى الإسلام باللغة الوحيدة التي يفهمونها، وهي لغة العلم. لغة العلم.